بقى ينزل السوق الاول يشوف فين مشاكل السوق ويقول لك هنا في بين، يلا بقى نعمل له منتج او خدمه تسيرف او تحل البين ده. تعملي ايه يا مي؟ ده سؤال على فكره جالنا، في بنوته سالتني انت نفسي اعرف بتكتبي ايه. بتكتبي ايه؟ مش هقول لها دلوقتي برضه هرد عليها في فيديو لوحدها. طب قولي لي ازاي اعمل consumer behavior analysis. اوكي طيب بصي، السؤال ده حلو واحنا عاملين له، مش عايزه احرق دلوقتي، يا رب نفسي لما تنزل الحلقه دي يبقى نزل، انا مش عارفه احنا ما بننزلش ليه. الكونسيومر بيهيفير اناليسيس اتس نوت اونلي ان انا اعرف انت ساكن فين، العميل بتاعي ساكن فين، عنده كام سنه وست ولا راجل. اتس نوت اونلي، انا لازم اخش جوه دماغ الكلاينت اشوف انا المنتج بتاعي او الخدمه دي هتحل له مشكله ايه، هو بيفكر ازاي اصلا عشان خاطر يوصل لمرحله انه انا هشتري المنتج ده. لازم اديك ديب جوه تفكيره. فهي انا بشوفها ليها علاقه شويه بعلم النفس. انا عارفه ان ده مش موجود في الكتب، بس حرفيا ان انا understand التارجت اودينس تو ذات ماتش لمرحله اني اعرف بيفكر في ايه، بيعمل ايه، بيسوي ايه عشان يختار المنتج بتاعي. هو ده consumer behavior analysis. دلوقتي حتى بقت الناس قبل ما تديزاين البرودكت بتعمل كده عشان تعرف هي محتاجه تحل للكلاينت مشكله ايه اصلا، فين البين. فالناس مش بيقعدوا على القهوه زي زمان يقول لك يلا نفتح مشروع، لا بقى ينزل السوق الاول يشوف فين مشاكل السوق ويقول لك هنا في بين، يلا بقى نعمل له منتج او خدمه تسيرف او تحل البين ده. فالكونسيومر بيهيفير اناليسيس طبعا ليها تولز وليها دراسه وفي ماركت ريسيرش، ليها طرق كتيره جدا، ولكن مش بتقتصر على فكره الديموغرافيكس والسن والكلام ده.